السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين وبخير، ورمضان كريم علينا وعليكم يا رب، ودايما مع بعض كده كل سنة ومنورين يا احلى ناس في الدنيا كلها. طبعا رمضان وسحور رمضان ما يحلاش الا بالفول الاصلي بتاع بوسي لايف، الفول التحفة. والنهاردة بقى هقول لكم تكة خطيرة. يلا الفول. يلا بينا نسمي بسم الله، وهنعمل النهارده باذن الله احلى فول مع بعض. معايا فول وعملت كميه صغنونه خالص عشان لو اي حد مبتدئ. ربع كيلو من الفول، نقعته من بالليل حوالي 12 ساعة كده في مية، وبعد كده غسلته كويس. ومعايا حوالي ربع كوباية من الغلة او القمح، ربع كوباية من العدس، والاتنين مغسولين كويس جدا، وجزرة مبشورة، وليمونة متقطعة قربة، وطماطمية متقطعة قربة، وبابريكا. بس هنحط بقى في القدرة بتاعتنا او في الحلة ايا كان الكمية بتاعتنا. انا حطيت هنا الاول نص كمية الفول، وحطيت عليها بقى الطماطم والليمون، وادي القمح اهو كنت نقعاه شوية، وهنحط كمان العدس الاصفر المغسول والجزر والبابريكا، بس ما بحطش حاجة اكتر من كده. وهقول لكم بقى تكات هتخلي الفول معاكم يطلع كده ايه، كهرمان كده. وفي بقى تكه خطيره كده، خليكم معايا لاخر الفيديو عشان تعرفوا ازاي نطلع الفول بقوام العربيات اللي احنا بنشتريه كده، التحفه الدايب ده. هحط بقى شويه كده رشه من البابريكا، هي بتديني بس ايه، نكهه خفيفه قوي، وبتديني لون حلو. واهم حاجة عندي ان انا يسيب يبقى نص القدر فول، بعد كده 3/4 مية، واسيب الربع اللي فوق فاضي. اهم حاجة نسيب الربع اللي فوق فاضي علشان لما يغلي ما يتقلبش ويفور ويبقى مش حلو. هحطه على نار الاول عالية لحد ما احسه ابتدى يغلي، وبعد كده ههدي عليه النار. اهم حاجة المية اللي انا بحطها له مية سخنة مغلية، بحطلوش مية ساقعة. واما اجي ازوده بعد ساعة بفتح عليه وابتدي ازوده مية سخنة برضو. التركة بقى معايا معلقة هرمية كبيرة بقى كده من الدقيق، وحطيت عليها شوية مية وهقلبها كويس. هحطها في اخر ربع ساعة من التسوية. هو اخد معايا حوالي 5 ساعات. كل ساعة كده بفتح عليه اشوفه محتاج مية ولا لا، وازود له مية سخنة. ما اقعدش افتح عليه في اول ساعة نهائي، ولا اقعد افتح عليه كل شوية عشان ما يسودش. ولو ازود له مية، زود له مية سخنة عشان ما يجنزرش معانا. هضيف بقى في اخر ربع ساعة من التسوية الخليط بتاع الدقيق والمية، وهقلبه بقى كويس، وهسيبه كده يغلي كام غلوه واطفي عليه. طب ايه فايده الدقيق بالميه ده؟ جربوا بس مش هتندموا. هيطلع لكم احلى قوام كده تقيل، مش فول ميه كده اهو. بصوا، شايفين التقل بقى بتاع القوام اللي احنا بنحب نجيبه من بره ده؟ بجد جربوا مش هتندموا. وكل سنه وانتم طيبين، واشوفكم على الف خير. مع السلامه.